اهلا وسهلا بيكم. النهارده هتكلم عن الكوردينيشن. النهارده الحلقه هتبقى تكنيكال شويه بالنسبه للخريجين واللي بيشتغلوا في المجال الهندسي اكتر. كتير بنسمع كلمه كوردينيشن. كوردينيشن ده يعني تنظيم او ترتيب او تنسيق. طيب انا بنسق ايه او برتب ايه؟ انا بنسق ما بين انا مثلا كمهندس معماري او انا كمصمم ديكور، بنسق مع الاقسام التانية اللي شغالة معايا زي الالكتروميكانيكال. طب ايه الالكتروميكانيكال دول؟ اللي هم ايه؟ اللي هم الكهرباء والصحي والميكانيكا. تمام، الام اي بي. انا بنسق ما بينهم. بمعنى، خلينا ناخد مثال بسيط، وطبعا الموضوع ده كبير وما يتشرحش في حلقة واحدة، ممكن يعني لو مهتمين بالموضوع نعمل سلسلة حلقات عنه، بس انا هقول بالاختصار يعني ايه هو الكوردينيشن. انا دلوقتي بقول ان انا هعمل الفيلا دي او البيت ده، وهنا هحط اوضه النوم، وهنا هحط الريسبشن، وهنا هحط المطبخ، وهنا هحط الحمام، وشقة تانية جنبي، وعمارة، وبيت وبيت وبيت. تمام، الحاجات دي محتاجة، الحمام والمطبخ ده محتاج صرف، فانا محتاج مهندس صحي او البلامينج، محتاج يقولي المواسير هتمشي ازاي، مقاسها ازاي، مخرج بتاعي فين، محتاج يبقى شغال معايا. طيب، هو ايه لازمة الكوردينيشن؟ ليه بنقول ان الكوردينيشن مهم؟ طيب، وبرضو الاستراكشر الانشائي ده برضو كوردينيشن مهم جدا بتاعه مع المهندس المعماري او المصمم. بس بحتاجه في ايه؟ دلوقتي انا عملت الديزاين بتاعي وخلاص. السن الانشائي حط لي عمود، العمود ده طلع من الحيطة لانه عمود كبير. اوكي، طلع من الحيطة وانا كنت حاطة هنا فرنتشر بشكل معين، فهو لي الديزاين بتاعي. الكوردينيشن بقى ايه؟ ان انا هقول له والله انت العمود بتاعك ده عمل لي مشكلة، ونبدأ انا وهو نفكر في حلول. هل احنا ممكن نلف العمود؟ هل ممكن نصغره ونزود سقوط الكاميرا؟ وبنشوف مجموعة حلول لغاية لما مشكلته تتحل ومشكلتي تتحل. والله الكاميرا دي نازلة سقوطها كبير، ممكن تقلل سقوطها شوية، ممكن نخلي الكاميرا دي تبقى أقل، تبقى أكبر، علشان أخدم الديزاين بتاعي وفي نفس الوقت يبقى المبنى بتاعي سيف إنشائيا. ده بالنسبة للستراكشر. بالنسبة للميكانيكال، ده يمكن أكتر نحسه في مبنى كبير مش مبنى سكني، يعني ممكن في مستشفى، في مدرسة، في مبنى تجاري، مول. الحاجات دي الكوردينيشن بيبقى فيها complicated اكتر. السيلينج، التكييف، الاتش فاك، لما باجي بقول انه انا هنا هعمل تكييف مركزي، طيب انا محتاج سقوط السيلينج 60 سنتي، وانا هحط مكنة التكييف في الجزء ده. تمام، ده تصوري انا كمعماري. يجي دلوقتي مهندس التكييف يقولي لا، انا محتاج 70 سنتي عشان انا هنا في ضغط وفي فان كويل هتعدي، فلازم السيلينج ده ينزل 70 سنتي. طيب انا هنا عندي دولاب محتاجة ارتفاعه يبقى 2 متر 40، والسيلينج ارتفاع الدور 3 متر، وانت عايز 70. انا كده عندي مشكلة. نبدأ نحل المشكلة، نشوف ممكن نغير مسار ايه، نعمل ايه علشان المشكلة تتحل. الكوردينيشن ده لازم يحصل وقت الباكج بتاعتي وهي بتتعمل، وقت الرسومات التنفيذية وهي بتترسم. بخلص رسوماتي والام اي بي بيخلص رسوماته، ونبدأ نعمل الكوردينيشن ده. ليه بنعمل ده؟ عشان واحنا مش في السايت، مش واحنا بننفذ، نكتشف المشاكل دي. بعد ما اخلص وكل يخلص اكتشف وانا جايه بركب الدولاب ان الدولاب اللي انا اخترت مقاسه مش هيركب، مش هيدخل، هضطر اكسر. وطبعا الحلول ممكن حاجات تتحل في الموقع بس تبقى مكلفة جدا، لكن على الرسومات بيبقى الموضوع
أسهل بكتير. ده باختصار شديد جدا فايدة وأهمية ايه هو الكوردينيشن وليه أنا بعمله. أتمنى أكون قدرت أفيدكم. ما تنسوش تشجعوني وتعملوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس، وأشوفكم الحلقة الجاية وإلى اللقاء.